اكتر طريقه بحبها في الفرايد تشيكن هي الناشفيل، عشان الطعم والتوابل بتكون قويه وفي كل حته في الفراخ. بتتحط في زيت الناشفيل وبعدها تاخد توابل كتير قوي، والمكان ده مميز بالناشفيل جدا. انا جربت السموكي، بياخد سموكي صوص وبيف بيكن وناشفيل تشيكن وتشيزي مشروم صوص وبيكلز وفلفل. ايه ده يا جماعه، الطعم بجد في حته تاني، الكواليتي بتاعت كل حاجه رهيبه، وطعم التوابل في الفراخ والصوص مظبوط مش ممكن. وغرقته جينجر جارليك تشيلي جام، وده سيجنتشر صوص عندهم، لازم تجربه لو عايز صوص مختلف. وجربت ماكن تشيز ناشفيل تشيكن، كميه جبنه محترمه والكواليتي باين في طعمها وتقيله مع الناشفيل، لعشاق الجبنه ده ما يتفوتش. وجربت لودد ناشفيل تشيكن، بيعمل ناشفيل تشيكن مع جبنه على النار وعليها كرومب مخلل وجواكامولي صوص، مكوناته افوكاتو، الميكس كله حكايه، عجبتني جدا. وجربت التشير ليدر ساندويتش والسويت بوتيتو، ودول اللي بيحب ميكس سويت اند ساور، لان في ناشفيل سبايسي مع كول سلو وسويت بوتيتو عليها توابل، بس جامدين قوي، خلصتهم كلهم. وعنده سولو ميل اللي هي ساندويتش وفرايز واثنين ستريبس وبيك كولا وصوص. وعنده انواع صوص كتير، انا جربت السبايسي هاني مع الستريبس، كان غريب بس حلو. اكتر اتنين عجبوني الهاني ماسترد والجارليك سويت تشيلي جام. المكان اسمه كريسبي هن في ذا وينج مول في التجمع. وبس كده، سلام.